يغوث يعوق نسرى رجال صالحين، اللات منات عزى رجال صالحين، البدوي الحلاج طالحين واتخذوا صالحين. قبور أخرى كما اتخذ قبر الجيلاني واتخذ قبر أبو حنيفة والحسين وعلي بن أبي طالب وغيرهم، بل حتى أبو لؤلؤ المجوسي قاتل عمر اتخذ قبره كما في إيران، ويعبدونه ويسمونه شجاع ويعكفون عند قبر المجوسي وغيره كثير. فهم جعلوا له قبر عندهم، هو قتل في المدينة وهم جعلوا له قبر في إيران. فتنة العصر القبور. العالم الإسلامي الآن فيه أكثر من 20,000 قبة ومقام تعبد من دون الله، بعضها يجتمع حوله فوق 1,000,000 في قبورها. الهند مليئة، بلاد العجم، بلاد العرب إلا ما رحم الله مليئة، أرض الرافدين، أرض النوبة، أرض الكنانة، شمال المغرب كله، أفريقيا، الهند والسند كلها مليئة من هذه القبور، قبب ومقامات. ويفعل عندها كما يفعل حول الكعبة، يطاف بها طواف ونحر وتحلق الرؤوس، حجيج. كل هذا من الكفر بالله عز وجل والشرك بالله، لأنها صيرها معبودات، صيرها أوثان. فالذي يقول أنا لا أعبد صنم، أنت تعبد وثن. الصنم على ذوات الأرواح، كما كانت قريش جعلت اللات وعزى ومنات، لكن أنت جعلته وثن. هذا المنصوب، هذا المقبور اللي دفنت عليه وبنيت عليه وشيدت عليه، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والدعاء الآخر: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أوثان، دعوها من دون الله واستغاثوا بها. وكل هذا موجود وللأسف. وهناك من دعاة السوء والضلال من يزين للناس هذا ويقول هذا على خير، هذا من تعظيم الصالحين، هذا من الكفر برب العالمين، هذا من جعل المخلوقات في مقام الخالق، هذا من أسباب لعنة الله وغضبه، هذا من أسباب قل الأمن والأمان، هذا من أسباب الفزع، هذا من أسباب المجاعات. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل هذا بسبب الشرك. إنما يحصل في العالم الإسلامي اليوم إلا ما رحم الله أكثره بسبب الشرك وانتشار الشركيات. فالواجب على من من الله عليه بالعلم والمعرفة أن ينشر التوحيد في الخلق، توحيد الناس، التوحيد لرب الناس. فقد وقع الناس في الشرك بالناس ودعوهم من دون الله عز وجل.